الموضوع ربما نرتئي نتناوله من زاوية أخرى، من زاوية التحديات القانونية والآثار الاجتماعية، بحكم أن الشغل الشاغل لجميع الحاضرين معنا اليوم هو المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير، وما يمكن أن يترتب عنه من مخاطر وتهديدات لحقوق الساكنة. أنا غادي نبدا الموضوع ندير له واحد التأطير اننا كيخصنا نعرفوا المغرب فوقاش بدا يعني الاشتغال على التنوع البيولوجي والاهتمام بالمنتزهات الوطنيه، بحيث ان هذا الامر هذا ماشي وليد هذه السنوات الاخيره. المغرب كان سباق يعني في احداث المنتزهات الوطنيه منذ سنوات، ربما حتى قبل الاستقلال منذ 1942، واليوم وصلنا تقريبا ل 11 منتزه اذا ما كانش المعطيات عندي اذا كانت مضبوطه. من بعد في 1995 غادي يسابق المغرب على اتفاقيه التنوع البيولوجي قصد الحفاظ المستدام على النظم الايكولوجيه. وطبعا غادي يصدر القانون المتعلق بالمناطق المحميه سنه 2010، وهذا القانون غنبغي نثير هذه الملاحظه انه صدر قبل صدور دستور المملكه لسنه 2011. هذه الملاحظه هذه كتثير ملاحظه ديال عدم ملائمه القانون لمقتضيات ومبادئ الدستوريه الجديده اللي جا بها الدستور، من ضمنها يعني المقاربه التشاركيه، مبدا الوحده الى ما ذلك من المبادئ اللي جا بها دستور 2011، والمفروض انها تكون حاضره في قانون 2207 المتعلق بالمناطق المحميه، حتى يستطيع ان يتم تنزيل مشروع إحداث المناطق المحمية بالتصنيفات الواردة في القانون بما يتلائم مع خصوصيات كل منطقة في المغرب. طبعا نعرف التنوع الذي يعرفه بلدنا تنوع مجالي جغرافي ثقافي كبير، وبالتالي كاين واحد نوع من التنوع ونوع من الاختلاف من منطقه الى اخرى، وكل منطقه والخصوصيه ديالها. فبالتالي هذا التنوع هذا حتى اننا نوصلوا لتحقيق مبدا العداله المجاليه لا بد من مراعاته في هذا القانون. بالتالي انا اراه قانونا مختلا طالما لم يتم تعديله حتى يتلائم مع المقتضيات الدستوريه. طبعا تدبير هذه المناطق المحميه يعود لقطاع المياه والغابات، ولا انا لن اتطرق له لان الاستاذ احمد يحيى عنده مداخله في الموضوع. لكن تدبير هذا القطاع اللي كان تحت الاداره ديال المياه والغابات عرف عده اشكالات ومشكلات اللي دفعت السلطات العموميه الى وضع استراتيجيه شامله للغابات، وهي استراتيجيه غابات المغرب 2020 و2030. طبعا هذه الاستراتيجيه هي مموله من طرف البنك الاوروبي للاستثمارات، وعندها اهداف، كاين برنامج وكاين اهداف مسطره يتم تنزيلها، ولعل احداث المنتزه الطبيعي احد وسائل تنزيل هذه الاستراتيجيه. كذلك اود ان اشير الى ان الملك الغابوي يغطي حوالي 13% من إجمالي مساحة المغرب، ويرتكز بشكل أساسي في المناطق الجبلية، حيث يقطن حوالي 7 ملايين نسمة، أي نصف الساكنة القروية تتواجد في المناطق الجبلية اللي هي المعنية بهذه المحميات. هذه الإشارة علاش؟ لأن ملي كيكون عندنا واحد المجال سكاني اللي فيه واحد الكثافة سكانية وتتشكل واحد النسبة معتبرة، فبالتالي يصعب اننا نخليو اولا نضبطوا هاد المناطق هذه بالقانون في معزل عن سياسه اعداد التراب، ولن اتطرق لها لانها هي ايضا موضوع مداخله مع الاستاذ عمر الدودي. مرحبا. طيب، فقلت بانه في اطار هذه الاستراتيجيه اللي كيندرج فيها هذا المشروع ديال احداث المنتزه الطبيعي الاطلس الصغير، طبعا يخضع لمقتضيات القانون 2207. هذا القانون الذي يطرح مجموعه من الاشكاليات والتحديات اجملها في غياب المقاربه التشاركيه، هذا المبدا الدستوري الذي يعتبر من الركائز الاساسيه لتدبير الشان العام الوطني والمحلي بما يضمن النجاعه وفعاليه التدخلات العموميه كاهم محور من محاور الاستراتيجيه، لان الاستراتيجيه
وضعت محور عدة محاور لها، ومن أهمها محور المقاربة التشاركية بهدف جعل الساكنة الشريك الأول في تدبير الملك الغابوي. هذا الغياب ديال المقاربة التشاركية في إعداد المشروع يتضح من خلال أن القانون منح الجماعات المحلية، وكيسميها جماعات محلية لأنه طبعا صدر قبل من الدستور، حنا غنتكلموا على الجماعات الترابية. فمنح لهذه الجماعات حق طلب إحداث المحمية، إلا أنه لم ينظم عملية إشراكها في مسطرة الإعداد إذا كانت السلطة الحكومية هي اللي قامت يعني بوضع هذا المشروع. وحنا في هذه الحالة المياه والغابات هي اللي طرحت فكرة إحداث المنتزه الطبيعي، وبالتالي لم يتم إشراك الجماعات المحلية. صحيح أن القانون تعطيها الحق أن تعرض المشروع على الجماعات الإدارات والجماعات المحلية اللي كيكون عندها الدور الاستشاري وليس الدور المشارك، بحيث أن كيكون عندها الحق إبداء الرأي والمقترحات داخل أجل 6 أشهر مع حقها في الاعتراض. وهذا كنستشفوا من الماده 9 من القانون اللي كتفرض على السلطه الحكوميه عرض هذا المشروع على الجماعات، وكتعطيها الحق ان حال سكوتها يعتبر ذلك، لا يمكنها ان يعتبر ذلك اعتراضا، بالتالي بمفهوم المخالفه يمكن للجماعات ان تعترض. ولكن كيفاش غادي نقوموا بهذه الاستشاره؟ يعني الاليه ديال التشاور وديال الاستشاره مع الجماعات المحليه غير واضحه في القانون وغير واضحه في المرسوم التطبيقي لبعض المقتضيات، لان المرسوم التطبيقي يهم بعض المقتضيات فقط من القانون، وهو راه تاخر بالمناسبه، ما صدر حتى سنه 2021. القانون صدر في 2010 والمرسوم التطبيقي لبعض المقتضيات سنه 2021. فبالتالي هذا عدم الوضوح في تنزيل المقاربه التشاركيه في خلل كبير، بالتالي تترك للسلطه الحكوميه واحد الهامش كبير من التصرف والاتخاذ القرار، مع ملاحظه تهميش دور الجماعات الترابيه اللي اعطاها الدستور المغربي المكانه التي تحظى بها اليوم من خلال منحها اختصاصات محدده بمقتضى النصوص التنظيميه المنظمه لها. كذلك نأكد على مسألة ديال أن القانون حصر مشاركة الجماعة في العملية ديال إحداث المناطق المحمية على مستويين. تكلمت على إعداد المشروع، وغنتكلم على مرحلة إعداد تصميم التهيئة وتدبير المنطقة المحمية، كذلك من خلال إبداء الرأي والمقترحات. ولكن نلاحظ غياب الجماعات في مسطرة وضع النظام المتعلق باختيار أو اختيار نمط تدبير المفوض والاجراءات المسطريه المرتبطه بتدبير المفوض، حيث ان القانون سيعطي الحق للسلطه الحكوميه انها تاسس تشكل واحد اللجنه وغادي دير واحد النظام ديال تدبير المفوض، غادي يمنحوا القطاع الخاص او المؤسسات العموميه، ولكن في الغالب غادي يكون القطاع الخاص، لانهم يدخلوا في مناقصه من اجل الحصول على صفقه تدبير المنطقه المحميه. وهنا كنلاحظوا غياب تام للجماعات الترابيه في وضع النظام وفي تدبير المناطق المحميه. هذا من جانب الديمقراطيه التشاركيه. من جانب ان الملاحظه الثانيه او الاكراه الثاني او التحدي الثاني هو ان المشروع يشكل تهديدا للحقوق العقاريه للساكنه. فحسب تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول مهمه تقييم المنتزهات الوطنيه، كان واحد التقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات اللي دار فيه واحد تقييم المنتزهات الوطنيه اللي كانت قبل، اللي قلت لكم كانت تم الاحداث ديالها ابتداء من سنه 1942. هذا التقرير هذا كيقول بان مساحه الغابات اللي في ملكيه الدوله لا تشكل سوى 39%. هذه في جهه سوس ماسا، عطى الاحصائيات ديال كل منتزه، ولكن انا غادي نركز على سوس ماسا. فبالتالي المساحه ديال الغابات في سوس الجهه ديال سوس ماسا ككل لا تشكل فيها سوى 39%. ومن جمله التدابير التي اوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في محاوله اعاده تاهيل النظم البيئيه الغابويه، أوصى بالانتقال التدريجي من صيغة حق الانتفاع الممنوح للساكنة المعنية إلى استرجاع هذه الحقوق من قبل الدولة في جميع المناطق المحمية، مع إدماج الساكنة المحلية في أنشطة اقتصادية بديلة. يعني المجلس عطى واحد التوصية ديال أن مادام أننا عندنا ذاك المجال الغابوي في المغرب، كان حنا كنتكلموا على المغرب ولكن حاولت نخصص أنا في الجهة ديال سوس ماسا اللي كتعنينا، كتقول بأن باش نقدروا أننا نوسعوا
من المجال الغابوي اللي خاضع اللي تيدخل في الملكيه الخاصه ديال الدوله، يمكن لنا اننا ننتقلوا الانتقال التدريجي من صيغه حق الانتفاع اللي كيتمنح للساكنه المعنيه لاسترجاع هذه الحقوق، يعني استرجاع هذه الحقوق من قبل الدوله وادماج الساكنه المحليه ما تدمجش في الانشطه الاقتصاديه. فبالتالي هذا من اكبر المخاوف اللي كانت عند الساكنه ديال الجماعات اللي معنيه باحداث المنتزه الطبيعي الاطلس الصغير الغربي، هو التخوف من التهديدات التي تستهدف حقهم في الملكيه او حقهم في الامتناع او في الانتفاع او حيازه الاراضي. بالتالي فان احداث هذا المنتزه الطبيعي على اراضي تعود للافراد سيؤدي حتما بانتزاع عقارات من يد اصحابها، اما لعدم توفرهم على الحجج المثبته للملك او في اطار مسطره نزع الملكيه، وهذه راه كينظمها القانون. وطبعا اكدت عليها الماده 15 اللي كتنص على ان ملكيه الحقوق العينيه للاراضي التي تشملها المناطق المحميه يجب ان تمارس دون ادخال اي تغيير على حاله هذه الاراضي وطابعها الخارجي وابقائها على النحو الذي وجدت عليه إبان انشاء المنطقه المحميه. معناه ان الارض ملي غادي يتم احداث هذا المنتزه الطبيعي، الاراضي يجب ان تبقى على حالتها كما هي، وما يمكنناش نحدثوا عليها اي تغيير بعد احداث المحميه. وهنا انا غادي ننتقل للاثار الاجتماعيه والاقتصاديه ديال احداث المنتزه، بحيث ان فعلا احداث المناطق فيه مساس بحقوق الساكنه المحليه وله عده اثار اجتماعيه واقتصاديه، بحيث ان احداث المحميه سيقيد حقوق الساكنه في الاستغلال بمقتضى الماده 15، ويقيد حقوقها في الانتفاع وفي التصرف وكل سلوك خارج ضوابط استغلال المنطقه المحميه، بحيث ان اي سلوك سيعتبر مخالفه تترتب عنها جزاءات. ولنا اسوه في المنتزهات الوطنيه التي جاء ذكرها في تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول مهمه تقييم المنتزهات، بحيث ان المجلس الاعلى ذكر مجموعه من المخالفات واكد على ان يعني سجل واحد الملاحظات يقول بان هذه المخالفات اللي كانت في بعض المجالات اخرى ما كانش تيتم الرصد ديالها في انها ترصد في جهات سوس ماسه. طبعا نحاول نذكر ابرز المخالفات اللي هي مرصوده، هي استغلال الاراضي في الانشطه الزراعيه التي تؤثر سلبا على التنوع البيولوجي. مقربه حاولت نختصر. القيام بالزراعات الحديثه، البناء، حفر الابار، الرعي، هذه كلها انشطه الا كانت اللي ما كانتش داخله في الضوابط ديال المنطقه المحميه فهي تعتبر مخالفات. وبالتالي هنا بعد ما كان عند الساكنه الحق المطلق في التصرف وفي الاستغلال وفي التدبير ديال الموارد اللي كتدخل في نطاق الملكيه الخاصه الفرديه، هنا غادي يولي هذا الحق مقيد بالضوابط ديال المنطقه المحميه، وبعد ما كان الحق غادي يصبح مخالفه وكيترتب عليها جزاء. دون ان ننسى كذلك ان هذه الانشطه اللي حنا كنتكلموا عليها راه حنا ما كنتكلموش على انشطه استثماريه بقدر ما نتحدث عن انشطه فلاحيه معيشيه لساكنه منطقه الاطلس الصغير الغربي، واي قيود قد تطرا عليها ستؤثر سلبا على الوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه للساكنه. حنا كنعرفوا ان مجمل الساكنه كتستغل استغلال معيشي لا الشجر ديال الاركان ولا الشجر ديال اللوز ولا بعض المنتوجات ولا بعض النباتات اللي تيتم منها مثلا استخلاص البيوت، لدرجه ان تم يعني احداث تعاونيات نسائيه بغرض النهوض بالاوضاع ديال ساكنه المنطقه خاصه من النساء. وبالتالي هذا غادي يشكل تهديد للوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه وتهديد كذلك للموروث الثقافي والقيمي للمنطقه. وكذلك من الملاحظات المثاره هو الادماج المحدود للمناطق المحميه في مخططات اعداد التراب. حنا كنعرفوا المخططات ديال اعداد التراب ما غاديش ندخل بزاف، ولكن بغيت نركز على واحد المساله، اننا حنا كنتكلموا على مناطق قرويه اهله بالسكان وكتعرف واحد الحركه عمرانيه، وبالتالي انها ما تدمجش في اطار يعني مخططات ديال اعداد التراب او يكون هناك نقص في التكامل ما بين وثائق التهيئه والوثائق المتعلقه بالمحميات، غادي ياثر بواحد الشكل سلبي على الاوضاع ديال الساكنه. وغادي نخلص نظري الا كانت بقات لي دقيقه ونقول بان احداث المحميات ينبغي ان لا يتم في معزل عن سياسه اعداد التراب الوطنيه التي ترمي في عمقها تقويه المجال الوطني وفق مقاربات تشاركيه تاخذ بعين الاعتبار حاجيات السكان وخصوصيات المجالات وتمكن من التخطيط وتنفيذ مشاريع التنميه المستدامه. وشكرا.